السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع محمد. عايزين زي ما قبل ما نبدأ، زي ما انا متعودة معاكم، ندعي لاخواتنا ولاهلنا في غزة. ربنا يعافيهم يا رب وينصرهم ويرجعوا سالمين وآمنين ومطمئنين يا رب العالمين. دلوقتي بقى انتوا عارفين ان انا بحب اشارككم واتكلم معاكم. فعايزه اقول لكم انا نفسيتي تحت الصفر يا جماعه. آم، آم، انا عايزه اقول لكم القناه اللي انا عملتها ديت. انا تقريبا بقالي مش بقالي كتير فيها، انا بقالي تقريبا داخله في سنه، مش اكتر من كده. بس عايزه اقول لكم تعبت فيها جدا، ومش انا لوحدي، انا وهنا. انا يا جماعه ماليش في مجال ما كانش يعني لا افقه شيء في اليوتيوب ولا الفيس ولا الحاجات دي كلها. بس انا زي اي ام عندي بنتي، حسيت ان عندها موهبة، فحبيت ان انا انملها موهبتها. حبيت ان انتوا تعرفوها، وزي ما انا مهتمة بدراستها، وببقى في ظهرها لحد ما. اللهم لك الحمد، هنا من الاوائل على طول، وشطورة في دراستها. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. فحسيت ان بنتي عندها برضو موهبة، فحبيت برضو انميها لها واشغل فراغها. مش زي ما في ناس كتير ما تعرفش حاجة وتدخل تقول لها ذاكري احسن. مش لا انا بالعكس، هنا بتتعب جدا، بتتعب اكتر من اي واحدة في سنها، لانها بتذاكر وبتشتغل في نفس الوقت. انا معتبرة قناتي شغل من البيت وتنمية لموهبة بنتي. وانا مش اكتر، يعني انا بقدم محتوى زي اللي عارفيني ومتابعيني عارفين. اللهم لك الحمد محترم. انا بعتبره فكاهي متنوع، يعني بسلط الضوء على سلبيات ممكن تكون في مجتمعنا، زي النميمة، زي العادات السيئة اللي بتحصل في الأسر المصرية أو أي أسر عامة أو أي عيلة. بسلطها بس بطريقة فكاهية. ببقى الغرض منها برضو ان انا نرسم الضحكة كده على وشوشكو، وفي نفس الوقت انمي موهبة بنتي وتعرفوها وتعرفوا ان هي قد ايه شطورة وعندها موهبة وبتقلد شخصيات. وزي ما انا مهتمة بتعليمها، عايزة اهتم برضو بموهبتها، واخليها كده على ارض صلبة، من الناحيتين، يعني علما وشغل وموهبة. انتوا فاهميني. دخلت بقى القناة زي ما اقولك، وانا مش على دراية كاملة بمواضيع النت واليوتيوب والكلام ده كله، لان مفيش غير انا وهنا. بس دخلت كده بكل عفوية، عملت قناتي، تعبت فيها جدا يا جماعة، انا وهنا. انا مش معروفين قوي، وبس انا داخله في ال3000 مشترك. بس كل مشترك فيهم جاي من تعب ومن ومن اصرار على نجاحنا، ومن تعبنا جامد يعني يا جماعة في القناة دي. انا اتفاجئت، انا مش عايزة اطول عليكم. اتفاجئت على العيد كده ان انا جايلي حظر بالمحتوى وانذار. تعرفين ساعات انا بتقدم ريلزات او شورتس، اغاني وكده. انا معرفش ان ده انتهاك لحقوق دوت، مش تعمد انتهاك لحقوق طبع ونشر. ده برضو علشان اوعيكم، محدش يغلط غلطتي. ده عدم معرفة مش اكتر من كده. المهم الانذار كان انذار اول، وخدت اسبوع فيه حظر من القناة وغبت عنكم وقلت لكم انه كان غصب عني. رجعت بعد كده قلت خلاص انا عمري ما هعمل، هتجنب الغلطات دي خالص، ومش هعمل ريلزات اغاني تاني ولا شورتس. انا بس هعمل شورتس من القنوات، من الفيديوز اللي احنا بنقدمها، مش اكتر من كده. اتفاجئ يا جماعة من امبارح
ان انا بكتب تعليقات، انا بعلق لقنوات والفيديوز ناس على راسي بحبهم، بحب قنواتهم، ناس انا شايفاهم يعني خسارة ان هم مش معروفين. فعلا كلهم ستات مميزات ومتميزات. انا لما بقول لاي واحدة فيكم انت مميزة ومتميزة فعلا، انا ما بقولهاش مجاملة ولا رص كلام، لا انتوا فعلا كلكم، سواء في الروتينات او في الطبخ او في الثقافة، كلكم يا جماعة ناس على راسي، وانا مبسوطة وبقيت فخورة ان انا في وسطيكم. والاخوة كمان المحترمين على راسي وقنواتهم الراقية الجميلة. اتفاجئ ان انا اعمل اللايك بيفضل في الفيديو، لكن التعليق بتاعي بيتم ازالته من اي فيديو، مش فاهمه ليه ومش عارفه ليه. وعايزه اقول لكم نفسيتي زي الزفت، وباين بقى ان هي قربت عشان انا تعبت، بجد تعبت، ومش عارفة انه واقفين لنا على الواحدة ليه، وبنعمل ايه غلط. احنا بنقدم محتوى راقي، بنقدم محتوى محترم. كل غرضي ان انا اوقف بنتي على ارض صلبة، اخليها يوتيوبر. في زماننا دوت اليوتيوبر بقى مهنة. عايزاها تبقى يوتيوبر شاطرة، زي ما انا ماشية معاها في تعليمها وهفضل مكملة معاها، وعايزاها تفضل من الاوائل على طول. كنت عايزة انمي موهبتها واشغل فراغها في زمن ربنا اللي عالم بيه، وكلكم عارفين احنا بقينا في زمن عامل ازاي. عايزاها برضو انمي موهبتها، عايزاها تبقى يوتيوبر، عايزاها تبقى معروفة، عايزاها يبقى ليها شغلها وموهبتها تتعرف والناس تعرفها بكل احترام ورقي. مش يعني من غير اي تنازلات وبدون اي وساطة يا جماعة، وماشيين درجة درجة وطلعنا السلم واحدة واحدة انا وهي. وزي ما يقولوا، زي ما بيقولوا رمينا نفسنا في البحر واحنا ما بنعرفش نعوم. انا ما اعرفش حاجة عن اليوتيوب عشان كده اللي بيسموه انتهاك لحقوق طبع ونشر، انا ما اقصدش ان انا انتهك حقوق طبع ونشر. انا عدم معرفة مش اكتر من كده. طب دلوقتي تعليقاتي اتوقفت ليه؟ دخلت بقى في فيديوز ناس كتير يقولوا لي بسبب ازالة التعليقات ايه تلقائيا كده، مش فاهمة منهم حاجة برضو، ومش فاهمة. وزي ما بقول لكم انا لوحدي ومش عارفة. فلو فضلت التعليقات واقفة كده انا مش، انا تعبت، عايزة اقول لكم وزهقت. حاسه اني بتعب وبرضه عماله ادي لنفس الامل والحبايبي اللي بحس ان هم تعبوا برضه زيي. طبعا اللي هيحس بيا اصحاب القنوات اكتر من الناس اللي هم يعني زي ما بيقولوا اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. المثل ده حقيقي فعلا. إن اللي بنتعب قوي وما بنلاقيش يعني. اللهم لك الحمد. بس بقول واحدة واحدة وطلعنا السلم واحدة واحدة، مش معروفين قوي بس اتعرفنا. بنتي بقت معروفة وفي ناس كتير عرفتها وحبت قناتها، وده كله يعني انجاز وتحدي ليا وليها. لما ده كله يروح فجأة بدون اي ومش عارفة. الواحد بيتفرج على قنوات منتهى التنازلات اللي في الدنيا والسلبيات والمحتوى الغير يعني انا مش انا بدون، انا مش عايزة اسمي حد ولا اي حاجة، بس وطالعين وواصلين ومحدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. انا مش فاهمة حاجة يا جماعة، اللي فاهم يفهمني علشان انا تعبت والله. انا مش عايزه اطول عليكم، بس انا حبيت اعرفكم عشان لو غبت عنكم، او عايزه اقول لكم انا متابعاكم كلكم والله. واوعوا تفتكروا بعمل لايك لكل فيديو بحبه ولكل حبايبي الناس المحترمه، اصحاب القنوات وصاحبات القنوات المحترمات. انا بكتب والله التعليق بتاعي بس بيتم ازالته. اوعوا تفتكروا ان انا ما بقتش متابعاكم او ان انا حبيت اوضح بس. يعني ممكن يكون في ناس كتير علقت لها الفترة اللي فاتت وتعليقاتي مش ظاهرة عندهم، ده اللي انا اكتشفته. اللايك موجود لكن التعليق مش موجود، فبالتالي انتوا ما تعرفوش ان انا معلقة او حطيت لايك. فحبيت اوضح لكم بس عشان ما حدش يزعل مني، وعشان تعرفوا انه غصب عني، وعشان لو المشكلة دي استمرت وانا معرفتش احلها. انا تعبي مش هيبقى ليه اي يعني مش هيبقى فيه فايدة منه او هدف. فبالتالي ممكن ابعد للأسف، ودوت عزيز على نفسي ان انا اقول لكم كده، وان هنا ما تبقاش في وسطيكوا بعد ما بقينا في وسطيكوا. ودي حاجة انا بفتخر يا جماعة ان انا في وسطيكوا. الناس اللي عارفة ان انا بتكلم عنها المحترمين
حبايبي واخواتي، اللي انا شايفاكوا بقيتوا نعمة في حياتي بجد. آمم انا يا جماعة، في ناس كتير ما تعرفنيش لان انا على المستوى الاجتماعي كمان مش معروفة او يعني منطوية زيادة عن اللزوم. حتى المنطقة اللي انا فيها زي ما قلت لكم عرفتكم في فيديوز كتير، او هنا برضو ان احنا تقريبا في شبه يعني ايه صحراء. ماليش جيران، ماليش اصحاب، علاقاتي الاجتماعية محدودة جدا. فبقيتوا اهلي بجد، بقيتوا عيلتي الكبيرة. لما هنا بتقول لكم انتوا بقيتوا عيلتنا الكبيرة، دي حقيقي. الموضوع الأول كنت واخدة الموضوع شغل من البيت، تنمية لموهبة بنتي، بشغل فراغي وفراغها. حبيت ابقى في وسطكم بجد، حبيت، يعني استمتعت معاكم ومبسوطة اني في وسطكم، وحاسة ان انتوا بتطلعوا وانا بطلع معاكم وبنطلع السلم درجة درجة. بس زي ما يكون القدر بقى مش عايز كده ولا ايه، مش فاهمة ومش عارفة حاجة. بجد مش فاهمة حاجة. ف سامحوني لو لقيتوني مش وسطيكوا، او ما لقيتوش هنا او لقيتونا غبنا، هتعرفوا السبب ايه. وبرضو خدوا بالكم يا جماعة، انا برضو بتكلم معاكم علشان تاخدوا بالكم. خدوا بالكم من حقوق الطبع والنشر دي، خدوا بالكم من الاغاني اللي ساعات بتنزلوها على الريلزات او على المقاطع الشورتس الصغيرة، لانه ممكن تكونوا زي مش عارفين ان هي في عليها حقوق طبع ونشر. وعلى فكرة اللي انا فهمته، انا كنت بزيل لما بيتكتب لي حقوق طبع ونشر، كنت بزيل الشورتس اللي على طول او الريلز على طول. على فكرة عرفت بعد كده ان مهما زلته بتفضل غلطة عند اللي عندهم، وبيفضل فيه تحذير وانذار ما بيلغوهوش. فخدوا بالكم يا جماعة قبل ما تنزلوا اي اغنية على اي مقطع، لازم تتأكدوا الاول. لا اما بلاها الاغاني والحاجات دي، وخليكوا في المحتوى وصوتكوا اللي بيبقى في المحتوى، مش اكتر من كده. انا برضو قلت ايه اعرفكم علشان تاخدوا بالكم، عشان مش عايزاكوا يحصل لكم اللي حصل لي، وتعبكوا تحسوا ان تعبكوا راح. تعب سنة بحالها راح بالتعب بجد يعني. الفيديو اللي الناس بتشوفه في دقايق وممكن تضحكوا وتقولوا ده ناس بتهزر، لا، احنا بنتعب فيه جدا. شوفوا واحدة، يعني شوفوا التزامات الأم، ومع عندي ولد صغير وبيتي وكمان بنتي ودراستها، واللي انا مهتمة اللهم لك الحمد بيها جدا، وهي كمان وتعبها دراسيا ومهنيا زي ما بيقولوا. لان انا زي ما بقولكوا بعتبر ده شغل اللي احنا بنعمله، وسلم بنوصله درجة درجة، ما في بدون اي وساطة، من غير اي وساطة يا جماعة. ففعلا في تعب جامد. زي ما بقولكوا رمينا نفسنا في البحر واحنا مش ما بنعرفش نعوم. انا مش هطول عليكم اكتر من كده. بس انا حزينة بجد وزعلانة ومش عارفة هيحصل ايه، ومش عارفة هكمل ولا مش هكمل، وهنا هتفضل في وسطيكوا ولا لأ. ومش فاهمة حاجة. بس على كل الأحوال، أنا كنت مبسوطة وأنا معاكوا قوي وفي وسطيكوا. آم، ومش عارفة هيحصل ايه بعد كده. بس اللي انا مقتنعة بيه ان ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. وبرضو لما دخلت القناة من البداية، ما كناش مرتبين لها، عشان كده حسيت ان الموضوع فيه خير، لان انا بحب ترتيب ربنا قوي. لما تبقي مرتبة لنفسك حاجة وماشية كده، وبعدين تلاقيكي حودتي يمين او شمال، تحسي ان ربنا يعني بقى في يعني ربنا بيرتب لك عفوا، ربنا بيرتب لك حاجة تانية. فانا بحب قوي كده، وبقوم سايبة الطريق اللي انا كنت ماشية فيه وامشي على طول الناحية التانية زي ما ربنا ما بحس انه بيرتبها لي. فعلى كل الاحوال كله نصيب وكلها اسمة. بس انا زي ما بقول لكم عملت الفيديو ده، سجلت لكم عشان للتوضيح. الناس ما تزعلش مني لو لقيتني اختفيت، والناس من الفيديوز بتاعتهم ومن تعليقاتهم. وبرضو ما يزعلوش مننا لو لقونا مش ما بقيناش موجودين. ولعله خير والدنيا تتصلح ونرجع تاني. وسلام عليكم.